نفهمك. كومبيوتك، إعداد وتقديم دين عبد الباسط. دكتور أحمد محمود إبراهيم، دكتوراه في العلوم السياسية والاستراتيجية جامعة القاهرة. برحب بحضرتك معانا دكتور أحمد. اهلا بيك يا استاذه دينا، وكل سنه وحضرتك طيبه، وتحياتي ليكي ولمستمعينك الكرام. احنا هنا بنتكلم عن الوعي في العصر الرقمي وتأثير التكنولوجيا على الوعي. هنا فبما اننا تحدثنا عن تأثير البعد التكنولوجي على الوعي، ليه انا بتحدث عن تأثير التكنولوجيا على الوعي؟ لاني بهذا الوعي اتوجه الى هدف اساسي هو هدف كل المجتمعات التي تبني نفسها، وهو التنمية. الوعي والتنمية والعلاقة المتبادلة بينهم دكتور أحمد. العلاقه بينهم فعلا زي ما حضرتك بتقولي علاقه تبادليه. الوعي بيخلق بيئه قابله للتنميه. بدون وعي اقتصادي بتتحول الموارد بتاعت الدوله لاعباء. الدوله اللي بتحقق قفزات تنمويه استثمرت اولا في التعليم وبناء الانسان، يبقى احنا بنقول انها هي حلقه او دائريه، تمام، علاقه بينهم متبادله. لكن الوعي هنا هو اللي بيخلق بيئه صالحه للتنميه. من غير وعي اقتصادي الفلوس ممكن بتضيع، تمام، بتهدر، في اهدار. والدول اللي نجحت بدات بالتعليم وبناء الانسان. بالظبط، بناء الانسان، صحيح. بالزبط. لان هو اللي هيقوم بعمليه التنميه. فاذا كان انسان متعلم واعي متعلم عنده ثقافه، هيقدر يقوم بعمليه التنميه. طيب، هنا الدوله، هل زي ما احنا بنقول، حضرتك قلت انها يعني تبنى اولا من الانسان، نقطه البدايه هي الانسان، بناء الانسان فيساوي بناء دوله قويه. ده يعني انه الدوله لا يمكن ان تبنى بقرارات فوقيه، يعني تاتي من الدوله اكيد ما يعني لن تبنى بقرارات من فوق بس. لا، على اعتبار ان دايما يعني مش المبرر لبعض لا. الانظمه النهضه الحقيقيه يا دكتوره محتاجه، صعب جدا اصلا ان انت تنهضي بدون مشاركه مواطن شريك، مجتمع مدني نشيط جدا وفعال، ومؤسسات واضحه وعندها شفافيه. فالثلاثه دول احنا قلنا اللي هم الثلاث عناصر دول، المواطن والمجتمع والمؤسسه، لازم يبقى في ترابط، ويبقى هم دول اللي بيخلوا الدولة تنهض وبتقوم. انما مفيش دولة بتقوم على القرارات الفوقية بس، صعب جدا. النهضة زي ما قلت لحضرتك محتاجة مواطن بيبقى مشارك، شريك فعال، مجتمع مدني ونشيط، تمام، مجتمع مدني نشيط، تمام، بالإضافة لمؤسسات واضحة وشفافة. دكتور، احنا بنتكلم عن أهمية الوعي في بناء الدولة، وخصوصا في العصر الرقمي، عصر التكنولوجيا الذي أصبح فيه الفضاء الرقمي، العالم مفتوح، عصر السماوات المفتوحة. لابد أن ألتزم فيه كمجتمع بالشفافية والمصداقية حتى يكون الوعي وعي صحي ومنضبط لدى كل مواطن، حتى يستطيع أن يشارك بإيجابية في بناء مجتمعه. كل ده احنا بنتكلم عن الوعي، وفي الآخر بنوصل لهدف أساسي في وجود هذا الوعي المنضبط، وهو التنمية، وأن يكون المواطن والفرد مشارك إيجابي في عملية التنمية. طيب، لو حصل أنه لم يكن هناك وعي صحيح، لم يكن هناك وعي أساسا، لم تحرص الدولة على غرس هذا الوعي لدى مواطنيها، بالتأكيد هناك مضاعفات، زي ما أنه للأمراض سواء الأمراض الجسمانية أو النفسية تبعات وآثار سلبية. بالتأكيد لعدم وجود الوعي لدى الفرد أو المجتمع آثار سلبية. أكيد. إيه الآثار السلبية اللي ممكن تترتب على عدم وجود الوعي؟ احنا مش هنقول عدم وجود وعي، احنا هنقول تراجع الوعي. تراجع الوعي، تمام. تراجع الوعي ده بيعمل فقدان ثقة. الناس هتبطل ايه؟ تثق في بعض. هينتج عنه استقطاب حاد جدا داخل المجتمع. يعني انا حضرتك ما عنديش ثقة في حضرتك، هنعمل ايه؟
هنبعد عن بعض. ايوه. تمام. ده قله وعي. كل ما تبقى في فجوات اجتماعيه دي يعني. اخطر مظاهر الوعي، ان احنا يبقى في عندنا استقطاب، يعني كل واحد في حته لوحده. ايوه. تمام. طب بيؤدي لايه؟ الناس عدم الثقه دي بتؤدي الى الاستقطاب الحاد اللي بيفقد الناس مصداقيتها لبعض وثقتها في بعض، بيؤدي الى تراجع مظاهر الوعي بطريقه خطيره. تمام. وبرضه العكس صحيح. ايوه. مؤشر ارتفاع الوعي شكله ايه؟ طيب هنا ده حضرتك قلت الآثار السلبية بناء على تراجع الوعي، مش هنقول عدم وجود الوعي، لا تراجع الوعي زي ما حضرتك استخدمت المصطلح. تمام. طيب لو قلنا بقى فعلا زي ما حضرتك بتقول في حالة وجود الوعي و ارتفاع مؤشر، ارتفاع، يعني ازاي اقدر اقول ان هذا مجتمع واعي او ان هذا فرد واعي؟ ايه المظاهر او المؤشرات اللي تقول لي ان ده وعي؟ لو انا وحضرتك مختلفين مم. تمام ومفيش استقطاب بيننا، يبقى احنا الاتنين ايه؟ بنتقبل بعض. مختلفين يعني، بس مش في نزاع، مش ليس هناك صراع بس يعني. مفيش خناق. ما بنعرف ندير احنا الاتنين خلافاتنا مع بعض، يعني لكل وجهة كل نظر، واحد وجهة نظره ورأيه. ده بيحترم وده بيحترم. ده بقى اللي بيخلينا نوصل لمؤشر ارتفاع للوعي، ان احنا لما نختلفش، لما بنبقى مختلفين بنحترم بعض، ما نتخانقش، بندير خلافاتنا بهدوء. تمام. بنؤدي الى ارتفاع نسبة الوعي عادي جدا، ان احنا كلنا عايشين مع بعض مختلفين في الرأي، بس متفقين على بناء هذه الدولة. يبقى عندنا وعي ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. يمكن المقولة دي هي مقولة مأثورة في ثقافتنا العربية، ولكن حضرتك تلاحظ انه في مجتمعاتنا العربية او الشرقية بشكل عام ان كل متحيز لرأيه ومتعصب له، وبيعتبر انه من يختلف معه ان هو كده يعني لن يكون على وفاق معه، وممكن يعني يؤدي الى علاقات سلبية، وزي ما حضرتك قلت يعني فجوات اجتماعية، انه يبقى في تباعد وكل واحد منعزل عن الآخر. في حين على العكس نجد انه في الثقافة الغربية والعالم الغربي ان اللي حضرتك بتقوله ده بالظبط هو اللي موجود، ان ممكن يكون لكل واحد رأيه في جلسة معينة، لكل واحد رأيه، ولكن ليس هناك تعصب، ليس هناك تشدد وتحيز، ليس هناك اساسا، ما بتحسش بأجواء صراع أو نزاع رغم الخلاف الحادث، رغم إن ثقافتنا بتقول إنه الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. إحنا ليه مش قادرين نطبق ده يا دكتور؟ بيننا وبين المجتمعات التانية أو بيننا وبين نفسنا يعني إحنا بيننا وبين نفسنا مش قادرين نطبق ده، يعني ده متواجد زي ما بقول لحضرتك، إحنا بنلاحظه في الثقافة الغربية موجود، هم فعلا يتقبلوا الاختلاف. دعينا نتفق إن الوعي ما بتصدرش من دولة لدولة. أيوة. حضرتك ليكي تاريخك وهو له تاريخه بالظبط، ما هو ده تمام، هو انت ليكي ثقافتك وهو له ثقافته. تمام. انما الوعي كل مجتمع بيتبني وعيه على تاريخه وثقافته. انا ما اقدرش ابني وعي لدولة تانية او اصدرها لدولة تانية، لان هو عنده ثقافته وعنده تاريخه اللي مبني من سنين عليه. تمام. فالوعي ما بتصدرش، كل مجتمع له بيبني وعيه من خلال هويته وثقافته وتاريخه زي ما حضرتك بتقول. بس انا عايزه هي نقطه يعني دايما تلفت نظرنا جميعا، ان احنا في ثقافتنا الشرقيه او العربيه بنبقى متحيزين اكتر لراينا، يعني مش قادرين، يعني مش متحيزين بس، لا دي ثقافه متعصبين، دي ثقافه يعني متعصبين يعني دي ثقافه ممتده يعني وتاريخ اساسا من الاجداد في حين ان في ثقافات اخرى بتلاقي هو ليه رايه ومش هيتنازل عنه. مش هنقول متعصبين ولا حاجه يا دكتوره، احنا هنقول احنا اتربينا على كده، او معنى اصح تاريخنا بيقول كده، او الكرامه مثلا، يعني الحفاظ على الهويه مش الحفاظ على هويتك، ان انت بتبقى ما بينك وما بين دولة تانية بتتشدد برأيك، لان ده شايفه ان ده وعي بالنسبة لك بيبني امنك انت وبيبني هويتك انت وبيبني امنك القومي. لا ده بيننا وبين دول اخرى احنا متفقين انه ده فعلا لازم يبقى موجود، ده حفاظا على الهوية والثقافة ووجود الدولة، يعني بوجودها بهويتها وثقافتها. لا الاختلاف داخل الدولة الواحدة، ولكن ده بقى خلاص، ده بقى يبقى فيه ايه اللي احنا قلناه، فيه استقطاب يا دكتورة، وفيه
عدم وعي كده، محتاجين نتثقف كده. الدولة مسؤولة بالظبط، ما ده اللي انا عايزه اقوله، احنا المجتمع مسؤول انه يثقف، الفرد نفسه مسؤول انه يثقف ويتثقف. تمام. عشان نبني دولة قوية فاهمة وواعية كويس جدا، لازم قلنا ان الفرد مجتمع مؤسسة، الثلاثة مترابطين مع بعض، حلقة أو دايرة مقفولة. لازم الثلاثة هم ده اللي بيقوم الثلاث ركائز دول هم اللي بيقوم عليها الوعي. ووجود الوعي على هذه المستويات الثلاثة بشكل متوازن وشكل قوي يساوي دولة قوية. بالظبط كده. في نهاية لقائنا الوعي في العصر الرقمي دكتور أحمد، لو قلنا نضع خريطة للوعي، لبناء الوعي، لبناء مستقبل أفضل. عشان نحط خريطة واضحة نبني فيها وعي حقيقي للدولة ونقدر نبني دولة واعية زي ما بيقولوا أو ناجحة. ببساطة كده أصلح في التعليم، إصلاح حقيقي في التعليم. تمام. إعلام يحلل ما يحرضش. تمام. شفافية، يعني يعلم الناس ازاي تفكر. بالظبط كده، مش ان هو يديله الحاجة ويبقى توجه في اتجاه معين. لا، اعلام بيحلل، مش بيحرض. شفافية في القرارات، يعني ازاي في صنع القرار يبقى عندي شفافية. امكن الشباب سياسيا بالذات. وهو ده يمكن التوجه اللي بيحصل من الدولة حاليا. يعني في خلال العديد من الكيانات يتم إلحاق الشباب بمبادرات كثيرة. يعني الأهم والأخطر بقى في هذه الخريطة خطاب ديني مستنير ومتوازن. طبعا الأزهر والكنيسة عليهم دور كبير جدا 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 في الوعي. تمام. عشان أقدر أبني وعي حقيقي. الوعي يا دكتورة مش حملة. مش حملة إعلامية، مش حملة بتنتهي لا ده مشروع طويل لأي دولة، طويل المدى بطريقة رهيبة. تمام. وعشان كده بنقول عليه بناء وعي استراتيجي. تمام. يبقى الوعي مش حملة إعلامية أسبوعين وخلاص، لا ده مشروع دولة. ونفس طويل قوي. صحيح. تمام. يبقى وبيشارك فيه أطراف عديدة زي حضرتك أشرت، يعني مؤسسات دينية، مؤسسات اجتماعية، إعلام، الجميع يشارك. الخريطة بتاعتنا فيها 5 تمام اتجاهات. أول حاجة تعليم. تمام. تاني حاجة إعلام، شفافية في اتخاذ القرارات وصنعها. تمكين الشباب سياسيا. والخطاب الديني. تمام. ال5 دول لو يعني اتفقوا مع بعض، انا كده عملت مشروع وعي للدولة. بنفس طويل استراتيجي. تمام. يبقى انا حطيت خطة وخريطة واضحة اقدر امشي عليها لقدام فترة زمنية، عشان اقدر ابني دولة قوية ذات وعي تقدر تحقق نجاحات على المستوى البعيد. بال5 اطراف هذه اللي حضرتك اشرت اليها، انا كده بشكل بنية أساسية للوعي. بالظبط. وقيم عليها دولة قوية في المستقبل. يعني نتمنى طبعا كل الازدهار والتقدم لوطننا الحبيب مصر. وبشكر حضرتك على هذا اللقاء دكتور أحمد محمود إبراهيم، دكتوراه في العلوم الاستراتيجية والسياسية جامعة القاهرة. شكرا جزيلا لحضرتك. أنا اللي شاكر لحضرتك، والبرنامج بتاعك موفق بإذن الله، وبشكر السادة المستمعين على حسن الاستماع. كل سنة وحضراتكم طيبين. وإلى أن يتجدد اللقاء أصدقائي، لكم أحلى الأمنيات من إيمان نادر، هندسة إذاعية، ودائما أرق تحياتي. كومبيوتك.